الحكومات في تطوير المدن ما بيبقاش قدامها اي عائق، خصوصا لما بيبداوا يعملوا طرق جديده او كباري، فبالتالي بيدرسوا الموضوع يرسموه ويخططوه، بعدين بيبداوا يتفاوضوا مع الناس اللي موجودين في طريق الكوبري ده او في الطريق نفسه اللي هيتعمل جديد علشان يخرجوهم من بيوتهم ويستخدموا الاراضي بتاعتهم علشان الطريق. لكن تخيل ان المهندسين بعد ما اشتغلوا على المشروع ودرسوه وعملوا كل حاجه والمخططات جهزت وخلاص هيبداوا في التنفيذ، وبداوا يقولوا للناس اتفضلوا من بيوتكم وروحوا مكان تاني علشان خاطر نبني هنا طريق، طلع لهم واحد من حيث لا يحتسب وقف لهم المشروع كله. ساعتها هيقفوا ولا يعملوا ايه؟ الحل اللي هيجي في دماغ اي حد انه لازم يتفاوضوا مع الراجل ده كويس ويطلعوه من البيت بتاعه. هو صح فعلا، بس لو صاحب البيت ده رفض نهائي ان هو يخرج بره البيت، هيتصرف ازاي مهندسين كانوا شغالين في جسر في مقاطعه في مدينه صينيه؟ الجسر ده علشان يتنفذ فعلا الحكومه اتفاوضت مع الناس كلها وخرجتهم علشان يقدروا ينفذوا المشروع ده، وكل السكان كانوا مرضيين بالتعويض اللي جالهم من الحكومه، اللي كان يا اما فلوس يا اما بيت مماثل في منطقه قريبه من نفس المنطقه. هم ما خسروش حاجه الا صاحبه البيت اللي شافت ان ده تعويض مش كافي ان هي تسيب بيتها، ومفيش اي تعويض يقدر يغنيها عن بيتها، بس الروح اللي جواها رفضت تسيب لهم البيت باي تعويض كان. هنا المصمم فكر وقرر ان هو خلاص هيسيب البيت في النص ويعمل الطريق من حوالين البيت ولا كأن البيت موجود من الاساس، ومن ساعتها البيت بقى في نص الطريق محاوطه من اليمين ومن الشمال كأنك قاعد في نص الدائري بالظبط. قول لي بقى لو اتعرض عليك تشتري بيت زي ده هتدفع فيه كام؟